يا أهلا بيكم في قعدة سينما. النهاردة هتكلم على واحد من أفضل الأفلام اللي شفتها الفترة الأخيرة، واتبسطت جدا إن هو كان على قد توقعاتي الكبيرة ليه، وهو The Tragedy of Macbeth. فيلمنا من إخراج وتأليف جويل كوين عن مسرحية ويليام شكسبير الشهيرة ماكبث، والفيلم من بطولة دينزل واشنطن وفرانسيس ماكدورمند. وخلونا نفتكر مع بعض حكاية فيلمنا. الفيلم بيحكي عن ماكبث، الشخص المقرب من ملك اسكتلندا والمحارب الشجاع اللي في طريق عودته من إحدى المعارك مع زميله المحارب بانكوو. بيقابل 3 ساحرات وبيقولوا لماكبث إنه هيبقى في منصب أكبر وبعدها هيبقى الملك، وبيقولوا لبانكوو إن أبنائه هيكونوا ملوك، ورغم إنه مش سعيد جدا بس هو أسعد من ماكبث. وده كان إنذار للمتاعب والعذاب اللي هيعيش فيه ماكبث. ومع تحقق أول حاجة اتقالت وهي حصول ماكبث على المنصب الأكبر، بيقرر بعد تفكير وتحفيز وتشجيع من زوجته إنه يسبق ويروح للخطوة الأكبر ويقتل الملك. وفعلا بتبدأ رحلة المتاعب والعذاب. زي ما قلت في الأول إن الفيلم كان على قد توقعاتي، والتوقعات دي كانت موجودة ل3 أسباب في رأيي. أولهم إن الفيلم هو التجربة الأولى لجويل كوين كصانع أفلام بعيداً عن أخوه آثن، اللي شكلوا مع بعض ثنائية الكوين براذرز. الثنائية دي طلعت لنا أفلام حلوة جداً زي فارجو اللي اتكلمنا عنه في الحلقة 37، وذا بيج لباوسكي اللي اتكلمنا عنه في الحلقة رقم 12، ونو كانتري فور أولد مين. تاني سبب هو وجود دينزل واشنطن وفرانسيس ماكدورمند، 2 من أساطير التمثيل حاليا في هوليوود، فطبعا وجودهم حاجة جذابة جدا للفيلم. تالت سبب كون الفيلم هيتعرض على أبل تي في بلس، وهم من الواضح مهتمين بالجودة بتاعة أعمالهم، وده بان في التعاون مع أسماء كبيرة زي حالة فيلمنا وكمان سكورسيزي اللي متوقع فيلمه يصدر في نوفمبر. وأفلامهم في العادي بتلقى قبول نقدي زي تعاوناتهم مع توم هانكس وحصول فيلم كودا على أوسكار أفضل فيلم. ويمكن دي مش المرة الأولى اللي جويل كوين بيتعاون فيها مع إحدى المنصات، لأن دي تاني مرة بعد ما تعاون هو وآثن أخوه مع نتفليكس في إصدار فيلم The Ballad of Buster Scruggs، واحد من الأفلام اللي بحبها جدا. وعن التعاون مع المنصات وهل هو بيفضلها عن السينما أو لأ، كان رده إن هو أكيد بيحب إن الناس تشوف أفلامه على شاشة كبيرة، لأن أكبر كوابيس أي مخرج حسب كلامه إن فيلمه يتشاف في الطيارة. بس في نفس الوقت هو بيشوف إن مشاهدين الأفلام على التلفزيون كان ليهم فضل كبير عليه، لأن لما ابتدى هو وآثن أخوه ما كانش المنتجين هيرضوا يعملوا لهم أفلام لولا الربح اللي كان بيجيلهم من شرايط الفيديو. وكمان نجاح ذا بيج لباوسكي ما حصلش غير بعد ما اتعرض على التلفزيون، لأنه هو كان إيراداته متواضعة جدا على شباك التذاكر. ففي رأيي إن التعاون مع أبل تي في بلس كان خطوة موفقة جدا، لأن أعتقد إن الفيلم ده لو اتعمل علشان يتعرض في السينما بس ما كانش هيحقق الإيرادات دي، وما كانش حد هيتحمس إنه ينتجه. فاللي عجبني حقيقي في أبل تي في بلس خاصة، وفي فكرة وجود المنصات عموما، إنها بتوفر لصناع أفلام زي جويل كوين إن هو يقدر يقدم تجارب مختلفة وفنية وفيها نوع من التميز والمغامرة. ونرجع نتكلم عن فيلمنا، اللي حابب أتكلم أول حاجة عن أسلوب كوين في صناعة الفيلم ده. فلسفة كوين في كتابة الفيلم كانت إنه عايز يعمل عمل مبني على حاجة من أعمال شكسبير لناس ممكن ما تكونش حابة تشوف حاجة من أعمال شكسبير أو حاسة إنها تقيلة أو معقدة، وفي نفس الوقت كان عايز يحافظ على قوة النص الأصلي. فكان اللي شاغل تفكيره زي ما بيقول هو إزاي يخلي رتم الفيلم عالي أو قوي طول الوقت زي ما يكون فيلم جريمة. فبجانب الفلسفة دي في الكتابة والرؤية بتاعة النص والاستعانة بأحد أصدقائه اللي بيدرسوا أعمال شكسبير في الجامعة، كان في العديد من العناصر اللي اعتمد عليها كوين كانت في رأيي موفقة جدا، ساعدته إن هو يوصل فلسفته. أولها كان قراره بالاعتماد على الأبيض والأسود في التصوير مع مدير التصوير برونو ديل بونيل،
واحد من مديرين التصوير المميزين جدًا، وهو اتعاون معاه هو وأخوه في فيلم Inside Llewyn Davis، واحد من الأفلام اللي باحبها جدًا، وكمان The Ballad of Buster Scruggs. والأبيض والأسود هنا ساعدوا كوين على الحفاظ على التركيز على الأفكار زي ما هو بيقول إن هو كان عايز يعمل، كان عايز يخلّي الأمور حسب كلامه تجريدية أكتر، فزي ما قُلنا هو ما حاولش يهرب من المسرحية، فالأبيض والأسود كان قرار مساعد جدًا إن هو يحافظ على قوة النص فعلًا. بجانب التصوير هنلاقي إن البرودكشن ديزاين كان متميز جدًا، وإدّى للفيلم طابع أسطوري فعلًا، بجانب موسيقى كارتر بورويل اللي هو بيتعاون معاه دايمًا هو وإيثان أخوه في معظم أفلامهم، كانت مميزة جدًا وحافظت على مود الفيلم. فأقدر أقول إن أنا عجبتني فعلًا حكاية إن هو حافظ على مسرحية القصة بدون ما يخلّي ده يضر الفيلم. يعني أخد من المسرح كل ما يناسب التجربة من حوارات ورسم شخصيات وبناء قوي، بس ما وقعش في فخ زي الأداءات المسرحية مثلا، لأنها بتكون مش مناسبة للسينما، وكان ده أكتر حاجة قلقاني إنها تحصل في الفيلم، إن يبقى بقى فيه الأداء الأوفر اللي مش مناسب خالص إن هو يتشاف في فيلم. بس كالعادة جوel كوين زي ما عودني مع أخوه في تجاربهم قدر يخلي الفيلم حقيقي ممتع، وما حسيتش إن هو حاجة قديمة أو تقيلة خالص. من ضمن الحاجات اللي كانت قوية في رأيي جدا هي الأداءات، وعلى ذكر الأداءات أقدر أقول إن كل الأدوار المساعدة كانت جيدة، بس ما حسيتش إن في حد استثنائي، بس ما حدش كان أداؤه ضعيف برضه. وبالنسبة للأبطال كانوا هم أهم فردين في الفيلم، أدائهم كان متميز جدا والكيمياء بينهم كانت عالية جدا. فرانسيس ماكدورمند كانت كويسة جدا، وباين تمرسها في أداء الشخصية اللي أدتها على المسرح قبل كده، وواضح جدا دراستها وفهمها للشخصية. ونيجي لدنزل واشنطن اللي عمل أداء عظيم يليق بشخصية معقدة ومهمة، وجسدها ممثلين كتير قبله، ويليق بممثل عنده تاريخ كبير ويعتبر زي ما قلت واحد من الأساطير. واللي أعتقد بروز أداء واشنطن في الفيلم ده هو إخراج جوel كوين المتميز. حسيت توجيهاته وإخراجه للمشاهد كان حلو فعلا، وده بان في لحظات زي اللي بيكلم فيها ماكبث نفسه، لأن جوel كوين كان حامل هم الحكاية دي، وقال إن هو بيشغله في المسرحيات الشيكسبيرية الناس بتقعد يعني تكلم نفسها، والمونولوجات بتبقى جاية من وراهم فويس أوفر، فهو عايز يخليها بشكل سينمائي حلو ونجح في ده. وفي لحظات مميزة زي ما قلت، زي اللي كانت مراته بتحاول تقنعه إن هو يقتل الملك وهو كان متردد قبلها، السيكونس ده كان ممتاز جدا. وكمان واحدة من أعظم اللقطات وهو بعد قتله للحراس وهو بيقول كلامه، كان بينزل السلم بشكل كان بيبين قد إيه ماكبث عمال يتدنى كإنسان خاين وقاتل. آخر حاجة حابب أتكلم عنها في الفيلم هي النهاية، لأنها اتنفذت بشكل حلو. بعد نهاية ماكبث والصراعات وقتله وكل الكلام ده اللي اتنفذ بشكل جيد جدا، وكل لحظة فيه كانت متميزة، بنشوف راس بيروح يدفع فلوس لراجل عجوز هو في الحقيقة واحدة من الساحرات بس متنكرة، وبياخد ابن بانكوو، وهم في طريقهم سوا بيطير الغربان حواليهم. وهنا ده معناه إن كلام الساحرات هيتحقق فعلا، والولد ده هيبقى الملك في المستقبل بمساعدة راس، ولكن من شكل الغربان. ده هيحصل ويتحقق بعد معارك وصراعات كبيرة. الحكاية دي عجبتني جدا لأنها خلتني أفكر بعد الفيلم بشوية، خلتني أتخيل أحداث، وخلتني أتخيل حاجات على المدى البعيد في القصة. فحسيت إن دي حاجة حلوة إن جوel كوين كان مهتم إن المشاهد يشغل دماغه، فدي طبعا حاجة تحسب له جدا. وده برضه بيوضح دور روس الخطير في القصة، وهو اللي حضر قتل بانكوو وتغاضى عن هرب ابنه علشان يوصلوا للحظة دي. وكمان الواضح انه قتل مرات ماكبث، وده يمكن مساهمة في التخلص من ماكبث نفسه لدور مراته المهم في حياته، وكمان لأنه في المرحلة دي كان شايف أصلح له أنه يتعاون مع ماكدف ومالكوم. فده بيبين دور شخصية روس المهم جدا بدون ما يكون ليه مشاهد كتيرة، فخير الكلام ما قل ودل، وعجبني إن كل شيء كان في مكانه بدون اللجوء للمط والتطويل. فلحد هنا خلص كلامي عن فيلم The Tragedy of Macbeth، واحد من أفضل الأفلام اللي صدرت الفترة الأخيرة.
فيا رب تكون الحلقة عجبتكم، ويا ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل عشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار، ونتقابل الحلقة الجاية. مع السلامة.